البياع نصاب، بيحور، بيشتغلني، عايز يبيع له خلاص. للاسف دي الصوره اللي بتبقى جوه اي حد بيتعامل مع اي حد سيلز، وده بيبقى ناتج عن انطباع داخلي جواه، او بمعنى صح ده راجع للنظام السلوكي الخاص بالمجتمع اللي الشخص ده عايش فيه. يعني عندنا في مصر هنا احنا كلنا واخدين انطباع، حتى انت كشخص سيلز لما بتيجي تتعامل مع حد تاني او بتشتري منه منتج، اول مره الشخص ده بيكلمك او حتى شفت اعلان على السوشيال ميديا او اتعاملت معاه جوه المحل، وتلاقي البياع ده بيكلمك: والله يا فندم ده المنتج ده احسن منتج، ده بيقدم مميزات كويسه، ويفضل يديك في مميزات في مميزات في عروض في خصومات في بلا 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 بلا. انت اول حاجه بتدور في دماغك كده وانت واقف بتسمع وعامل نفسك باشا مصر اللي بتفهم في كل حاجه، ان اول حاجه بتدور في دماغك ده عايز يستغلني، ده بيحور عليا، ده بيقول لي الكلام ده كله عشان عايز يطلع مني فلوس، ده عايز يبيع لي، لا انا انصح منه، ده مش هيعمل معايا كده، ده انا هفصله بقى، ده انا هفهم اكتر، انا عايز اجيب منه اكتر، ده الشخص ده اكيد بيشتغلني، ده عايز يبيع له خلاص يا عم، عنده بقى تارجت وعايز يحققه فعايز ايه، يستغلني. ده الانطباع السائد جوه اي حد بيشتري منتج او خدمه اول ما بيتعامل مع السيلز. ودي بتبقى اكبر مشكله في اي كولا، سواء انت بتتكلم تيلي سيلز او في اي معامله مع عميل بيبعت لك مسج على السوشيال ميديا عن طريق اعلان، او في الدايركت سيل اللي هو التعامل البيع الشخصي بمعنى صح، يعني 1 تو 1، ان انت قاعد فيس تو فيس مع العميل. عايز تقدر تبيع للعميل لازم تكسر الحاجز ده رقم واحد، اللي هو ايه؟ ان انت تكسب ثقة العميل فيك. تكسب ثقة العميل فيك، فلما تقدر تكسب ثقة العميل هتقدر اتباعا تخليه يثق في كلامك، فهيثق في المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها. فدي اول مشكلة بتقابلنا مع اي عميل، الا وهي عدم الثقه. هو دايما واخد انطباع ان البياع ده بياع، يعني بيحاور عليا، نفس الانطباع اللي بيتاخد على المحامين. في ناس اي حد كده، انا واحد من الناس، لما بيتعرف مثلا ان انا خريج ليسانس حقوق، فاول ما تيجي تتكلم مع حد كده يقول لك ايه، تقول له انت ايه، يقول له انت خريج إيه؟ يقول لك ليسانس حقوق. محامي بقى يعني نصاب. اول كده يا عم، لا اولا ما اشتغلتش في المهنه، يعني مبدئيا كده انا يمكن مارست المهنه سنه تدريب كده وما اشتغلتش في المهنه خالص، ولكن المحامين مش نصابين يا جماعه. ليه؟ يعني هم الناس واخده انطباع سائد ان المحامي نصاب، لكن المحامي مش نصاب. المحامي ده شخص ليه كامل الاحترام والتقدير، بس هو فاكر ان المحامي ده يعني شخص فاهم قانون، يعني بيلعب بالبيضه والحجر، يعني مش عارف ناخد منه حق ولا باطل، المحامين دول وحشين، المحامين دول ما يتناسبوش، المحامين دول بلا 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 بلا. ده كده حاجه نفس الانطباع. الشخص السيلز ده بيحور، السيلز ده بيشتغلني، السيلز ده بقى شاطر وكده، وانا اسف في اللفظ صايع يعني، فيبتدي يجمل في الكلام عشان خاطر يقنعني بالمنتج او الخدمه اللي هو بيقدمها، فيدفعني فلوس، هياخد مني فلوس، هياخد اللي في جيبي. فلا، انا لازم اكون صاحي وواعي. عشان تقدر تكسر الحاجز ده لازم تكسب ثقه العميل. تكسب ثقة العميل بحوار فريندلي منظم مهندم، وده ان شاء الله هنعمل له فيديو مخصص ان انا ازاي اكسب ثقة العميل واكسر الحاجز ده. بس انا عايز اقوله في الفيديو ده ان انت عايز تعدي المرحلة دي بسلام وتبتدي تخش في اهم مرحلة اللي هي مرحلة الاقناع. رقم واحد، لازم تكسب ثقة العميل فيك كشخص. عشان كده احنا دايما بنقول لازم اي سيلز شاطر في اي مكان اول حاجة لازم يتعلمها قبل ما يشتغل المهنة دي، ازاي اكسب ثقة البني ادم اللي انا بكلمه، عشان الثقة دي هي اللي انا هقدر ابني عليها البيعة كلها. عشان اول حاجة العميل بيبقى خايف منها هي ان انت تضحك عليه، لان ده اول انطباع هو بيكون واخده في اللاوعي عنده، هو انطباع داخلي هو واخده تلقائيا ان شخص السيلز ده شخص بيحور في الكلام، شخص عايز يبيع له وخلاص. تاني حاجة، ودي الأهم من الحاجات، المخاوف السلوكية اللي بتأثر على قرار الشراء لدى العميل بتاعك. إيه الحاجة اللي بتأثر على قرار الشراء؟ إحنا قلنا أول حاجة هو عدم ثقته في الشخص نفسه كسيلز بشكل عام. طيب تاني حاجة ممكن تكون عدم ثقته في نفسه هو شخصيا. يعني العميل نفسه مش واثق إن هو هياخد القرار الصح ولا غلط. ما أنا ممكن أكون مش فاهم والبس منتج مش هو ده اللي أنا عايزه، مش هيلبي احتياجي. ما انا ممكن اكون مش فاهم واخد الخدمه دي، ولا الخدمه دي مش هي اللي هتلبي لي كل اللي انا محتاجه. هو اصلا مش واثق في نفسه. ففي عميل يا اما مش واثق في قراره هو شخصيا، يا اما في عميل تاني مش واثق في السيلز كسيلز، كمفهوم انه شخص بيبيع له، يا اما في عميل تالت، وده الغالب بنسبه الى حد ما بتكون كبيره شويه، ان بيكون عنده الاثنين. هو خايف ياخد القرار غلط فمتردد كتير في قراره، وخايف من الشخص اللي بيبيع له شخصيا. يبقى انت اول حاجه هنا هتعملها تكسب ثقته،
ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما تكسب ثقته تختار معاه مش تختار له. يعني انت تقدر توصل له بطريقة ما ان انت هنا بتساعده. انا استشاري ليك عشان البي لك احتياجك، انا استشاري ليك علشان احنا الاتنين نختار سوا المنتج او الخدمة اللي هتقدر توصل لك اكبر منفعة ممكنة. انا دوري اكمل اللي ناقصك عشان نختار سوا، مش دوري اختار لك. وشكرا.